السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بإخواتي وحبايبي، يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا في سعادة، يا رب تكونوا في أتم صحة. وصفة النهارده وصفة جميلة جدًا إن شاء الله هتعجبكم، بس قبل ما نبتدي الوصفة هنسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وصفة النهارده وصفة منعشة كده هتنفعنا في الجو الحر اللي إحنا فيه. طبعًا أنتم عارفين الصيف عايز حاجات كده لذيذة وساقعة وترطب على قلبنا. وصفة سهلة جدًا وأي حد هيدخل المطبخ هيعملها بكل سهولة. مكوناتها سهلة جدًا وبسيطة. الوصفة عبارة عن إيه؟ معايا كيس جيلي مانجا. هادوّب كيس الجيلي مانجا في نُص كوباية مَيّة مغلية. طبعًا هادوّبها كويس جدًا، جدًا، وهنضيف عليها كوباية مَيّة عادي من حنفية. وهاركن الجيلي طبعًا على جنب. وهاعمل معايا الكريم شانتيه. كيس كريم شانتيه عليه نُص كوباية لبن أو نُص كوباية مَيّة مثلجة. ولو عندِك بقى كريم شانتيه خام هتضيفي عليها معلقة سكر بودرة، لإن الكريم شانتيه الخام ما بيبقاش فيه أي إضافات سكر. طبعًا هاضرب الكريمة على جنب، وفي هنا في لقطة هنا ما جاتش معايا في في الفيديو يعني، أو في المقطع نفسه يعني ما جاتش معايا. في هنا كوباية عصير مانجا بيوريه، يعني مانجا خام بدون أي إضافة مَيّة. طبعًا هاضيف كوباية العصير المانجا على الكريم شانتيه وعلى كيس الجيلي، وهاضرب الكلام ده كله في الخلاط أو بالمضرب. بعد ما هاضرب الجيلي مع طبعًا دول 3 مكونات سهلة جدًا، جدًا، هاضربهم مع بعض وهاضيفهم في كوبايات أو كاسات زي ما تحبّي يعني. بس كده وهادخّلهم طبعًا بتبقى خفيفة في الأول، لأ تدخّليها التلاجة هتتمسك معاكِ من الجيلي والكريم شانتيه. ط وصفة إن شاء الله هتعجبِك جدًا، لذيذة ومنعشة جدًا واقتصادية وسهلة جدًا وإن شاء الله هتعجبِك بإذن الله. اللي وصل لحد هنا ما ينساش يدوس لي لايك وتعليق حلو كده منكم. واللي ما اشتركش في القناة يشترك عشان عيلتنا تكبر بيكم. وأنا باحبكم في الله، وربنا يا رب يخليكم ليّا يا رب. واللي نِفْسه في حاجة ربنا يا رب يدّيها له وتحققوا كل اللي نِفْسكم فيه يا رب، اللهم آمين. وإن شاء الله أشوفكم في وصفة جديدة. واسيبكم في حفظ الله، مع ألف سلامة يا حبايبي، مع ألف سلامة.